شكلي صحيتك. صباح الخير. ناموسيتك كحلي. صباح النور. لما انتي صاحيه متاخر قوي كده، على كده بقى اديتي لماما الدواء ولا ميعاده عدى؟ لا انا صحيت اديت لها الدواء وعيني غفلت تاني بس. اوكي. طب انا داخله اشوف ماما. اتفضلي شوفيها. ماما حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا صاحيه من بدري، ما فطرتيش صح؟ لسه شويه كده، ماليش نفس. مالك خاسه كده ليه؟ هي مش بتاكل كويس يا سلمى ولا ايه؟ لا هي بتاكل يا منى، بس انتي عارفه على قد نفسها يعني. نفسها ايه وبتاع ايه بس؟ وهي عندي كانت بتاكل زي الفل، وكان وشها مورق كده وخدودها حمرا. وبعدين مالك وشك شاحب كده ليه؟ هي زعلانه من حاجه يا سلمى ولا ايه؟ انا كويسه الحمد لله. مرات اخوكي مش مقصره في حاجه. ماما حبيبتي، ده انتي كان خدودك طماطمايه هنا وطماطمايه هنا. مالك ايه اللي جرالك؟ في حاجه مزعلاكي؟ مفيش حاجه يا حبيبتي، هيزعلوني في ايه بس؟ شايليني فوق راسهم. وبعدين هي مالها تحتها مش نضيف ليه؟ هي بترضاش تستحمى معاكي ولا ايه؟ اوعي تكوني بتتكسفي. لا هي الحمد لله بترضى تستحمى معايا عادي. وبعدين اول باول بغير فرشتها واغير السرير بتاعها على طول. اكيد عمري ما هسيبها قاعده تحتها مش نضيف. طب عموما انا هقوم اروح شغلي. بس طبعا انت عارفه، توقعي ان انا في اي وقت تلاقيني. بس انا بحب اجي اطمن على ماما قوي. ما تقلقيش يا منى، كلكم بتعدوا في اي وقت. منين ما اي حد بيجي بيلاقي ان طنط نضيفه ومش ناقصها اي حاجه. طبعا، بس احنا بنيجي عشان امنا بتوحشنا، حبيبتنا بنبقى عايزين نطمن عليها. مش اكتر ولا اقل يعني. اكيد انا فاهمه. يلا انا هقوم بقى. مع السلامه. مع السلامه يا ماما، لو احتجت اي حاجه رني عليا. هقوم اوصلها يا ماما واجيلك. مع السلامه. السلام عليكم. في ايه مال وشك؟ في حاجه حصلت؟ ماما كويسه؟ الحمد لله على السلامه. انا بصراحه ما كنتش عايزه اتكلم اول ما انت تدخل كده، بس انا فعلا مش قادره. مامتك بقالها 3 شهور قاعده معانا، وانا عارفه انها تعبانه وشايلاها فوق راسي، سواء اكلها او شربها او الغيار بتاعها او الدواء بتاعها. انا واخده بالي من كل حاجتها. انما اللي يضايق ان كل شويه واحده من اخواتك تعدي عليا وتديني شويه تعليقات من تحت لتحت، سواء ماما شكلها زعلان ليه، وشها مش مظبوط، شكلها متضايق، خاسه، ماما تحتها مش نضيف، مش دي الطريقه اللي بنغير بيها. انا تعبت من كل التعليقات دي بجد. استهدي بالله بس. وبعدين ما انت عارفه ان اخواتي لازم يعلقوا على كل حاجه. ايوه بس انا مش اشتكيتش لما الموضوع زاد عن حده. انا عديتها مره واتنين وتلاته وعشرة، وبصراحه اخواتك زودوها قوي. وبعدين لو انا ما بعرفش اعمل حاجه ومش عاجباهم في حاجه، خلاص ياخدوها هم يشيلوا كل حاجه تخصها. وكل واحده فيهم شالت ماما بالست شهور، وانا الوحيد اللي ما عملتش كده. واديكي شايفه انا طول الليل بساعدك، بغير معاكي وباكل وبعمل كل حاجه بقدر عليها. هي فتره الصبح بس اللي انا بكون فيها في الشغل، وانت عارفه ان انا اكيد مش هقدر اسيبه، ومش هقدر اجيب واحده تعمل هي الكلام ده. بيكونوا مكلفين جدا وانا مش هقدر على كده. وانا بقول لك تاني، انا ما قصرتش. انا شايفه ان انا عامله اقصى حاجه عندي. لكن انا ما ينفعش كل شويه واحده تعدي عليا، واحده تجيلي الصبح وتفضل تنظر وتديني كميه تعليقات سلبيه، والتانيه تيجي بعدها تقولي الاكل مش كويس، ماما ما بتاكلش الكوسه، خليكي في البسله، بلاش النواشف عشان سنانها. انا طول الوقت ما بيتقاليش شكرا على اي حاجه. انا بجد ما بقتش مستحمله. على فكره انا مقدر قد ايه انت بتتعبي، ووقفتك معايا دي انا عمري ما هنساها. بس سيبيني انا اتكلم معاهم، وبعد اذنك ما تحتكيش انت بشكل مباشر بحد فيهم. من فضلك بعد اذنك افهم ان انا لغايه دلوقتي عامله احترام ليك انت بس. انا على فكره ممكن ارد، وهعرف ارد كويس قوي. انت لازم تفهمهم ان انا خلاص بقيت عارفه ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش مع مامتك، وان اللي عنده كلمه كويسه يقولها، واللي ما عندوش يا ريته يسكت، وان الزيارات ما تنفعش في كل واي وقت. احنا مش في بيت عيله عشان 24 ساعه افتح الباب الاقي ناس جايه لي تقعد. وبعد اذنك اطلب منهم ان الزيارات تبقى في اخر الاسبوع، ويتصلوا يستاذنوا. مش عيب الاستئذان خالص على فكره، انما اكتر من كده انا مش هستحمل. ولو مش عاجبهم الوضع يقدروا ياخدوا مامتك، ياخدوا بالها من كل حاجه وغيراتها، وانت ساهم بالفلوس. فلوس ايه اللي انت بتتكلمي عليها؟ الفكره ان انا عايزه احس ان انا بشارك في مساعده امي، وان انا اخد بالي منها زيهم. انا مش هرملهم فلوس وخلاص. الست دي تعبت عليا وربتني وشقت عشاني. حلو قوي قوي الكلام ده. انا كمان بقى مش مطالبه اخدم مامتك، ومطالبه ان انا اخد بالي منك انت في حدود المتعارف عليه واللي اقدر عليه. لكن كده ضغط عليا جدا. انا ما بقتش قادره اركز في نفسي ولا في بيتي. انا مش عارفه اعمل اي حاجه ليا، وفوق كل ده انا ما باخدش الا نقد وتنظير. فبعد اذنك اقعدوا كلكم مع بعض ووصلوا لحل يرضيني ويرضيكم، وبلغني باللي هتوصلوا ليه. لكن انا الوضع ده مش قادره اكمل عليه. خلاص سيبيني كده، انا هفكر واشوف هجيبها لهم ازاي بحيث ان محدش يضايقك. وخلينا دلوقتي ننام والصباح رباح.